السلام عليكم اعزائي التشوال الجمال، رجعت لكم في فيديو جديد. فيديو هنتكلم فيه على ريال بيتيس ونادي برشلونه. برشلونه امبارح اللي عمل ماتش هو تقريبا قتل ريال بيتيس، عمل مباراه جامده جدا، اداهم بالخمسه. معرفش في ايه، برشلونه بيشوف اي حاجه بالريال بيفترسها على طول. خمسه اداهم خمسه، يعني نتيجه كبيره جدا. نتيجه تخليك تشوف ريال مدريد لو كسب الماتش الجاي تقريبا هيلاعبهم في البطوله. هيوقف يعني ازاي ريال مدريد هيوقف هجوم برشلونه؟ هجوم ريال مدريد قوي جدا، بس دفاعه ملط، يعني دفاعه كوارث بشريه ماشيه بتتحرك على الملعب. فقبل ما نبدا الفيديو مثلا لايك وشير وسبسكرايب واحد الله وسلم الاتحاد بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه، ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. برشلونه بدات ماتش سخن قوي واستحواذ على الكوره وهجوم بشراسه، وكمان قدروا ان هم يسجلوا اهداف في اول المباراه. فحرفيا هم بداوا بدايه ولا اروع، يعني بدايه مثاليه زي ما احنا بنقول. بدايه اللي هي هجوم واستحواذ وفرص واجوان، ويعني الدنيا خربانه. يعني برشلونه خربت الدنيا في اول 10 دقائق مثلا. قدروا ان هم يسجلوا الجون الاول في ريال بيتيس في اول 4 دقائق. يعني انتوا ايه مش شايفين حد قدامكم؟ يعني انت حرفيا لعيبه برشلونه مش شايفين حد، وريال بيتيس في الجانب الاخر ولا حول لها ولا قوه ولا اي نيله سودا، مش شايفه اي حاجه ولا بتلعب كوره اساسا. من قوه هجوم من قوه هجوم برشلونه، الهجوم اللي الكاسح بمعنى اصح. وكمان ده ليفاندوسكي ما كانش موجود، ده لو كان موجود كان قتلهم، يعني بيلعبوا من غيره. فبجد شوط كان قوي جدا من برشلونه، استحواذ وهجوم واهداف واهداف متسلله كمان، يعني اهداف ما تتحسبش. وحرفيا هم عملوا كل حاجه، يعني برشلونه في الشوط الاول عمل كل حاجه. ربع ساعه اولى تشهد تسللات كتيره قوي من فرقتين، 4 او 5 تسللات من فرقتين، وده كان كتير قوي. برضو ريال بيتيس كانت بتحاول تلعب على مساحه التسلل قدام برشلونه، بس برشلونه ما كانتش بيديها فرصه، لان برشلونه اصلا كانت هي على امن الاستحواذ على الكوره. فبصراحه شوط يشهد تألق كبير قوي من كوندي اللي قدر يسجل، وفي عموما في المباراه قدر يسجل ويسجل هدف اوفسايد. والماتش اللي قبليه كان يعمل اسيست عالمي من عرضيه ولا اروع. فبجد كوندي بيشهد تألق الفتره ديت او المباراتين دول، ويا ريت يكمل على كده. طبعا كل جماهير برشلونه بتقول كده دلوقتي، يا ريت كوندي يكمل على المستوى اللي هو بيمشي بيه ده. وشفنا ازاي الانطلاقات والتحركات بتاعته كانت جميله. فبجد كوندي في الماتش ده والماتش اللي فات انا ارفع له القبعه، كان عامل ماتش جامد جدا. اديني قمت لبست القبعه ما خصوصش انا ارفعها له، بجد عمل مباراه جامده جدا. يعني كوندي انا من الناس انا اتفرجت على الماتش، لا بجد عمل ماتش حلو. وكمان شفنا في تألق من دفاع ريال بيتيس. مارك بارترا عمل امبارح ماتش جيد، وشال كوره في الدقيقه 25 من رافينيا. جون فاضي ورافينيا رايح انفراد، وده يعمل تاكلينج عالمي يشيل هدف محقق من رافينيا. فبجد شوط او مباراه كانت حلوه جدا من مارك بارترا، كان عامل ماتش او كان عامل مباراه جامده جدا بصراحه، يعني ده اللي انا شفته. وبجد كمان شفنا تألق من في الشوط الاول من يمين يامال الرائع، الجوهره بتاعت برشلونه. اللاعب اللي انت ما تتوقعش هو هيعمل ايه. تحس ان هو يباصي ياخدك ويشوط، تحس ان هو يشوط ياخدك ويعمل ثرو، تحس ان هو يعمل ثرو او هيشوط يخلفنك خالص ويخش ينطلق ويجيب جون. فبجد لا لاعب مش ما يتوقع، لاعب ما حدش يتوقعه، زي ما احنا بنقول ما حدش توقعني هو بجد. يمين يمان ما حدش يتوقعه بجد. لا لاعب خرافي، لاعب جوهره بجد. يعني يا بخت كل برشلوني بيميل يمان، انا بصراحه احسدهم على اللاعب ده. وبرشلونه طول الشوط الاول عاملين ضغط عالي على ريال بيتيس، وشفنا بيتيس بتدافع وبتلعب على التحولات. برضو التحولات ما كانوش جامدين وما كانش فيه كتير، بس انت هتعمل ايه قدام قدام برشلونه؟ ما انت ما فيش حاجه في ايدك تعملها، انت بتلعب نادي برشلونه من ارخم النوادي انت ممكن تلعب قدامها. فانت ريال بيتيس اصلا هتعمل ايه قدامهم؟ صعب قوي ان انت تعرف تمسك كرة على برشلونه، وصعب ان انت تعرف تعمل هجمات على برشلونه. وكمان داني اولمو وجافي كانوا عاملين شوط اول او عاملين مباراه بالعموم، هم كانوا جامدين جدا في المباراه. وحرفيا برشلونه النهارده اغلبيتهم كانوا متالقين او يمكن كلهم كانوا متالقين. وكمان رونالد اراوخو كان برضه عامل مباراه، كان عامل شويه تاكلينجات يعني في الخرافه منها. فبجد النهارده برشلونه كانت عامله ماتش جامد جدا. وشفنا كمان بيتيس كانت نازله عامله ضغط عالي على برشلونه على اساس ان هم يسجلوا في اول الشوط الثاني، بس ده ما استمرش كتير، لان برشلونه قدر يعمل الضغط او يمتص الضغط بتاع ريال بيتيس، ويحول الضغط ده من عليه لليه.
انتوا فاهميني؟ فبجد ريال بيتيس انا كنت يعني عايز حد ينجدهم امبارح من برشلونه. برشلونه كانوا بيعملوا كده يجيبوا جون، يعملوا كده يعملوا هجمه، يعملوا كده يجيبوا جون اوف سايد. لا بجد برشلونه امبارح كانت متالقه بطريقه، كانوا بيلعبوا كوره لا جميله. انا شفت الماتش امبارح اتمتعت بصراحه منه. وكمان شفنا فريق ريال بيتيس شوط تاني، هم حرفيا كانوا احسن من الشوط الثاني شويه، احسن من الشوط الاول شويه. بس برضو برشلونه ما مش سهله. برشلونه عملت مباراه على ريال بيتيس، هي حرفيا قتلتهم بقى، هنتهم، شخرمتهم، عملت كل حاجه في ريال بيتيس ممكن انت تعملها عشان يصعدوا للدور اللي بعده بنتيجه 5 لبرشلونه. و5 ده رقم كبير قوي يعني، ده 5 وفي منهم يعني 7 اهداف اتسجلوا امبارح لنادي برشلونه، منهم 2 اوف سايد. فبجد لا هم عملوا مذبحه القلعه امبارح على ريال بيتيس. هم حرفيا خلوا ريال بيتيس مش عارفين هم رايحين فين، ولا دفاع ولا هجوم. وريال بيتيس كانوا كلهم امبارح كانوا بيدافعوا كلهم تحت الكوره، وبيحاولوا يعملوا تحولات على برشلونه، بس صعب قوي انت تعمل تحولات على الفريق ده، لان هم امبارح كانوا مستحوذين على الكوره بطريقه غبيه، والكوره ما بتتقطع كانوا بيقدروا يجيبوها بسرعه. فبجد ريال بيتيس امبارح يعني ما مش عارفه تعمل ايه. انا كنت يعني عازل الفريق امبارح. انا حسيت ان هم بيلعبوا قدام طوفان برشلونه، مش لعيبه برشلونه، لا ده طوفان برشلونه. بجد امبارح كانوا لا برشلونه كانت ريال بيتيس كانت ضايعه من كتر من جوه برشلونه. بجد لا برشلونه حاجه تانية. شفنا امبارح يمين يامال اللي كان عامل مباراه رائعه، وبالنسبه لي ده رجل المباراه الاول، عامل حته مباراه وعامل شويه بساط وجايب هدف ومسجل هدف اوف سايد. وايه ده؟ يخرب بيتك، لاعب عالمي بجد، لاعب عالمي. 17 سنه، عنده قوه، عنده جرأه، عنده قرار، عنده بساط، عنده اهداف، عنده ارتوهات، عنده كل ما يمكن عنده في الكوره. كل حاجه ممكن تقولها في الكوره عنده. بجد لا لاعب ملوش حل. لاعب خرافي، لاعب خرافي. ده بجد اللاعب اللي لازم برشلونه كله يبني عليه الفتره الجايه. في جافي وبدري وكاسادو، في جارسيا، في لعيبه كتير، في لعيبه كتير. بس بجد ده لا في حته تانية، ده في حته تانية خالص. ده اما بيبقى فايق برشلونه كلها بتفوق. اسيستات وسروهات ايه ده؟ ايه ده؟ جوهره اقسم بالله. يمين يامال ده جوهره. رافينيا لاعب كبير جدا وكان عامل ماتش كبير، وهو حرفيا بعد وجود المدرب ده بجد رافينيا اتحول. رافينيا من لاعب كان عايزين يمشوه للاعب خرافي. بس يمين يامال عنده 17 سنه يبقى بالقوه دي وبالجرأه دي؟ لا لا، يمين يامال عالمي. وكوندي امبارح برده كان عامل مباراه جامده، هو بقى له مباراتين عامل مباراتين جامدين بصراحه يعني. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. ان شاء الله يخش له سبسكرايب وتحت دلوقتي على التحدي بتاعنا 1000 متابع من نهايه السنه، وسلام.